عزيزي المواطن المصري، الفيديو ده مش ليك. الفيديو ده بيتارجت الأجانب، والمقصود بالأجانب يعني أي حد مش مصري. ولكن لو معاك $6 تقدر تتفرج على الفيديو ده. النهارده هقول لكم $6 يعملوا ايه في اسكندريه. فطار اسكندراني في اسكندريه، فول بطاطس وسلطه. احنا اول حاجه من $6. $6 بالمناسبه يعني 300 جنيه. اول حاجه صرفناها من $6 لسه هنحاسب بعد الفطار الجميل. لازم طبعا تحجز بكوبايه شاي. 45 خلصنا اول 45 جنيه من 300 جنيه فطار. لسه كده اتفضل معانا 255. والمفروض الرقم ده يبقى اصلا النص، لان انت يعني $6 دول على شخص واحد المفروض يعني. فاحنا هنضرب $6 في 2. نضرب في 2 نضرب $10 مثلا يبقى 600 جنيه. 600 جنيه لسه بدري، لسه معانا. لسه بدري. $6 دول ما تفتكرش ان هم شخصين، يعني $3 مش هياكلوك. فطار غدا عشاء في اسكندريه. وبعد ما خلصنا فطارنا طلعنا نشرب قهوتنا في محل من أقدم المحلات في اسكندرية، وهو البن البرازيلي. فاحنا زي ما اتفقنا احنا بنصرف 300 جنيه في اليوم. 300 دول هنضربهم في 2 يعني 600. يعني بدل $6 $12. تمام، يعني احنا معانا ميزانيه 600 جنيه النهارده. يعني فطار غدا عشاء تمام، وكمان هنحل اسبريسو. لا والله هنشرب قهوه كده نطلع نتكلم واقول لكم الموضوع اتكلم فيه. هتشرب قهوه. هنشوف. بص، في تفصيلة هنا يا جماعة مكتوب على الفنجان: برازيليا كافيه ساينس 1919. مش عارف باينة في الفيديو ولا لا، يعني داخل في 100 سنة. احنا لسه محاسبين الاثنين قهوة والاسبريسو. عاملين 96 جنيه. قول 100 يعني. قول 100 جنيه بس. هو يعتبر غالي. هو غالي واحنا جايين وعارفين ان هو غالي، بس بالنسبه لكل واحد يعني لو انت حسبتها نقول 50 يبقى كده اجمالي 75 بالفرد. فطار وقهوة فطار وشاي وكوبايه قهوه. في مكان حلو يعني، مكان وقعدة كويسة خالص. هنكمل على شارع فؤاد تمام، ونمشي اقدم شوارع موجوده هنا في محطه الرمل في اسكندريه. شارع فؤاد من اجمل الشوارع في اسكندريه. لو عايز تمتع نظرك انزل شارع فؤاد واتفرج على الاماكن اللي حرفيا هتلاقي بقى لها 100 و200 سنه تقريبا. كده في نص اليوم فطرنا وشربنا قهوتنا وشاينا روقنا على حالنا. نتغدى بقى. غدا. طبعا هنتغدى غدا برضه يعني خفيف مش تقيل قوي، عشان يبقى في مكان لبقيه اليوم. ونشوف بقى هنحل ناكل وايس كريم. وايس كريم. ايس كريم من عند فهمي. فهنروح كده ونشوف من عند فهمي، وكمان اسعار فهمي اسعاره حلوه خالص، جامده جدا يعني. والله المنظر هنا جميل. بس المنظر جميل. لا المدفع حلو. جرب حد العزيز من عند راجل محترم. بقالنا
بقالي 4 سنين ما شفتوش في الشارع. ده ايه ده؟ حب العزيز. ايه حب العزيز؟ ما شفتوش قبل كده؟ ما اعرفوش. ايه نوع الكسر اسمه حب العزيز؟ 15 جنيه؟ 15 جنيه. بهدلت الميزانية. أول مرة بنجرب حب العزيز. 15 كمان 15 جنيه. وقلنا 175 اه يبقى كده 190. الراجل ده يا جدعان احسن واحد بيصور على البحر يا جدعان. بص واحنا ماشيين بالصدفه لقينا الراجل المحترم ده معاه الكاميرا بتاعته بيصور 6 دي 6 دي مارك 2. هو الشغلانه بتاعته هو بيقعد يلف على الكورنيش بيصور الناس صور حلوه كده لذيذه. ساعات بتبقى في ناس ماشيه كاميرا تليفوناتها بتبقى مش كويسه بتبقى عايزه تصور فده دور الراجل ده. ففعلا حضرتك بتجيب اسعار للناس. لا بص هو العموم الصورة 15 جنيه تمام؟ أي حاجة بياخدها ازاي بقى؟ ياخدها على التليفون بعتها له واتس ديجيتال. اه بس انت ما بتطلعش لا لو عايز الكارت بروح على الاستوديو اللي انا شغال فيه تمام؟ وطلع له الكارت. تمام بس في الغالب هو بتبقى ديجيتال 15 جنيه. 15 جنيه بص اهو شكله اهو لو قال اكتر من 15 جنيه اهو بس اللي عايز يدفع اكتر اللي عايز يدفع اكتر بقى دي حاجه بتاعته. ماشي. حبيبي صح. حبيبي تسلم يا رايق. الله يعينك حبيبي. تسلم حبيبك تسلم يا غالي. بقول لك يا مان هتاكل ايه؟ تاكل ايه بقى؟ انا هاكل كبده بتلو. واحد كبده بتلو وواحد بيقول لك في مخ بالزبده اللي هو ده عايز حد يجربه ولا حاجه فانا هجربه بصراحه. ماشي وانا زيك برضه. كبده ومخ عند فرج ابو خالد. تمام. شوف بقيت اليوم رايح على كده. شوف انا بصراحه ايدي ابتدت تتملى. لا ده احنا لسه في اول يوم ده انت في اسكندريه يوم كامل في اسكندريه يعني يوم كله اكل. يعني امانه هو اليوم كله هيبقى عباره عن اكل. هناكله من اقدم المطاعم في اسكندريه يعني فرج ابو خالد. خدنا الكبده دلوقتي من عند فرج ابو خالد. تمام وهنبدا تطلع على البحر. كلت مخ بالزبده قبل كده؟ ما جربتهاش الصراحه. هنقعد نقينا مكان استراتيجي ناكل فيه. بص المكان عامل ازاي. دي القعده بتاعت الاسكندراني. يعني الاسكندراني الصح بيجيب الاكل بتاعه ويقعد على ويطلع يقعد على السطح. مظبوط. هنطلع بقى الاكل بتاعنا الجميل وناكل وبعد كده نقول لكم هنعمل ايه. خليكم معانا وهو تروحوا في اي حته. هنشوف كده هل دي فعلا كبده بلدي ولا فرج ابو خالد بيشتغلنا. احنا كده صرفنا 180 كمان 180 وكان اخر مره كان 180 يبقى كده مالي 360 يعني الاكل احنا الاثنين 360 اقسم على 2 على طول. اقسم على 2 ما تتكسفش. يعني كده 180 لسه فاضل من ال $6 اللي هم 300 جنيه 120.
120. هنشوف هنعمل ايه ب 120. كمان فاضلين في اسكندريه. ترى ال 120 هيوكلونا ايه تاني في اسكندريه وهيعيشونا ايه تاني. خليكم معانا. نبدا نبدا مخ بالزبده. الصلاه على النبي. الحته بتقول ايه؟ لا شكله جامد يا معلم. لا والله شكله طب دوق كده. بلا لا خد حته قطمه حلوه. حلو بس هو تقريبا ما حطش ملح. هو حط فلفل اسمر. حط فلفل لكن شكله ما حطش ملح. هو تقريبا ما بيحطش ملح. بس هي التحميصه ما طلعتش حلوه مع الزبده مع المخ. هتتبسط كمان. نجرب ونشوف. اول مره انا باكل مخ على فكره يعني بحب المخ بس اول مره اكل مخ بالزبده. بسم الله. طعمه حلو. انا عجباني تحميصه العيش. بالزبده مع البحر. صراحه حلو. نخش على الكبده يا معلم. دي كبده شمبري صح؟ شمبري قال لك شمبري. ساندوتش حلو يعني مليان. يوزن. حلو. هو غالي بس المفروض هو غالي بسبب ان هو بيقول ان هي الكبده بلدي. الحاجه عنده بلدي يعني مش مجمده. بس هنشوف. يلا طعمها حلو بس ما تقدرش تحكم هي بلدي ولا مجمده بصراحه يعني. يعني بالتالي عايزه معمل جنائي وعايزه مختصين في الموضوع ده. عايزه فيلم هندي يعني عشان ما نظلمش لا مش قادر. هي طعمها حلو كطعم حلو بس هي طعمها قريب شويه للبيت اللي هي كبده معموله في الشارع. اي نعم غاليه وانت مش مضطر تشتري الكبده دي يعني في ارخص من كده بكتير. في ابو حلمي الكبده. ابو حلمي السندوتش بتاعه ب 12 جنيه تقريبا. بس يعني احنا قلنا نغير يعني. هنزل التوت ده. طرحنا حاجه كده قلنا يعني نتفوق باك يعني. يلا 3 2 1 اكشن. تسلم يا غالي. تسلم. احنا قلنا نضيف فكره كده جديده. هنركب مركب. والله تقترحها يعني ما تقولش. احنا نركب دلوقتي احنا نركب بقى. خش كده على طول كده. على طول. عشان كده بتاعتك ما بتجيبش. طيب يا جماعه احنا دلوقتي في القلعه وفكرنا كده وخططنا هنروح نركب مركب. يعني حبينا نغير كده مودي الاكل اللي احنا عمالين ناكله ونهدف شويه برضه. نطلع رحله مركب تمام في وسط القلعه كده ونشوف الاجواء هتبقى عامله معانا ازاي. وهنشوف البادجت. اجواء لطيفه. يلا بينا. ماشي. ودي في الفيديو ها؟ طلعنا على تيك توك ولا ايه؟ مركب هتزوروا ظهر القلعه، الفناره، المكتبه، اسكندريه على الطبيعه، واجمل شويه صور وهروق على حضرتك من غير فلوس خالص. انت فوق دماغي مع الباشا ونورتني والله واجدع ناس واحسن ناس. خلي بالك هتخبط تحت. الاجواء جميله والله والفكره حلوه. الشابول صاحب الفكره اللي هو انا وعد.
فرد ب 30. انا تقريبا المره اللي فاتت اتنصب عليا في واحد قال لي ب 50. وقبل يعني قبل ما نركب هنا بحوالي ثواني واحد قال لنا انتوا الاثنين ب 150. انت فيعني فاهم؟ برضه ايه، خلي الفصال ده خلي بالك يعني خلي عشان بالك يعني فاصل على طول. عشان المره اللي فاتت قعد يقول لي رحله صغيره انت فاهم ب 50 ورحله كبيره ب 100. هما الاثنين زي بعض على فكره يعني، ما فرقتش كتير. ما بتاخدش ربع ساعه يعني القعده جامده. يعني بصراحه شويه دوبامين، هتتبسط يعني شويه كده، دوبامين زي الفل بالظبط. فتعالى بقى نكمل. احنا دلوقتي هنطلع نحلي، نشرب قصب. ماشي نشرب قصب. خلصنا المركب تمام، دلوقتي هنشرب قصب نروق كده. صرفنا 60 في المركب واحنا كنا صارفين 360، يبقى كده 420. صاير مين اصلا؟ دلوقتي خدنا واحد قصب. مين ده اصلا؟ واحد ليك واحد ليك. مين اصلا؟ دلوقتي خدنا 2 قصب. 20 ب 20. واحد ب 10. واحنا اخر حاجه كنا صارفينها 420، يبقى كده اجمالي 440 زي ما قلنا 210 من اصل 300، يعني لسه فاضل 90 جنيه في ال 300 اللي هم $6. قصب جامد. ما جامد ولا حاجه اصلا. انت فاتح الكاميرا؟ القصب بصراحه يا جماعه تحفه. تحس فيه حاجه كده، بص فيها موج يا اخي والله فيها موج. ايس كريم ميكس. ايس كريم خليجي. واحده ام علي. تمام، يبقى انت كده ختمت اليوم بتاعك في اسكندريه. قال ان هو بقاله 70 سنه في اسكندريه، قديم يعني. من اقدم الناس اللي موجوده، هو مشهور بالنسبه للاسكندرانيه. فهمي من اقدم الناس اللي موجوده هنا. اللي احنا عملناه في الفيديو النهارده، اللي احنا معظم الناس او تقريبا كل الناس اللي رحنا لها ناس قديمه، يعني ناس بقى لها سنين معروفه قوي في اسكندريه. جامد بصراحه. حلو. احسن من ناس كتير في البحر. ايس كريم بجد يعني، مش يعني فاكهه حقيقيه يعني، مش تلج مجروش بقى ومحطوط عليها الوان والحاجات دي. الحاجه ديت صرفت حوالي 70 جنيه، واحنا اخر حاجه كنا صرفينها كانت 440 و70 يعني 510. 255 من اصل 300. 255 في اسكندريه. تمام، تروق حالك بيهم طول اليوم. عملنا بيهم ايه بقى؟ سريعا كده عملنا بيهم ايه؟ كلنا فول، فطرنا فول وقعد على القهوه وشاي. تمام، رحنا شربنا اسبريسو. عند مين؟ ايه رايك في الايس كريم يا الايس كريم جميل والله، طبيعي، طعمه حلو خالص. اعلى حاجه بقى في اسكندريه انك تضرب ايس كريم على البحر، وايس كريمك معاك من عند فهمي وانت كده واقف على حالك. ام علي بالمكسرات، احلى ام علي ممكن تاخدها بالجنيه. عامله كام؟ 55 جنيه. بس اللبن نشف، اتأخرنا عنها. اللبن بس نشف شويه. عم فاهم على طول باكل من عنده، بسم الله. هو بس العيب الوحيد اللي احنا اتأخرنا عنها، فاللبن نشفها شويه. عقبال ما طلعنا على البحر بقى، يعني هي بقى لها مثلا زي تلت ساعه. بس طبعا اللي ما كانش من عم فهمي قبل كده، عم فهمي ده يعني علامه من علامات اسكندريه، راجل بقى له بتاع 70 سنه يعني، حسب ما هو بيقول الناس. اكتر حاجه كمان ان الاسعار عنده كويسه، يعني بالنسبه لناس تانية هتقارنها في اسكندريه مش بالكواليتي دي، يعني الكواليتي معاه جامده يعني. احنا المفروض كنا هنكمل، وفي حد تاني كنا هنروح نسموه صابر، نروح ناكل رز بلبن، بس للاسف الوقت اتاخر. صابر في كامب شيزار هو يعتبر من احسن واقدم الناس اللي موجوده في اسكندريه. ده لو انت عايز تاكل رز بلبن قشطه وعسل. تمام، بجد صابر جامد. بس الوقت اتاخر طبعا، فقلنا ايه
نختم الليله من عند فهمي. لو الفيديو ده جاب كام ممكن نروح لعبد صابر. يا جماعه لايك وشير وفعل زر الجرس. لو الفيديو جاب 50,000 لايك هنعمل جزء تاني وهنروح عند عبد صابر. بس تابعونا في الفيديوهات اللي جايه، ما تنسوش الدعم للفيديو ده. تمام. احنا تعبنا بصراحه، اليوم خلاص يعتبر خلاص وما عادش في مكان في المعده اللي احنا ناكل اي حاجه ثانيه. هتلاقوا الفيديو ده على قناه اسامه. تمام. وهسيب لكم هتلاقي الفيديو ده على قناه اسامه، هسيب لكم اللينك بتاع القناه عنده، وكمان هنزل الفيديو ده عندي على القناه. انا كده نفذت الفكره بتاعتي. $6 تعمل ايه باسكندريه؟ $6 يعني 300 جنيه. ال 300 جنيه اصلا ما خلصوش من اول اليوم لاخر اليوم، فطار وغدا وعشاء وتحليه وشربنا عصير فطار وركبنا مركب. وغدا، يعني فطار فول وكبده، مركب، تمام، ايس كريم وام علي وقصب، وما خلصوش اصلا كل ده ولسه 300 جنيه ما خلصوش. يعني انت لو انت سائح او انت جاي مصر زياره او انت حتى في مصر تقدر تعيش يوم كامل في اسكندريه وتتفسح وتعمل كل اللي احنا عملناه ده باقل من 300 جنيه. ارخص بلد في الدنيا يا جماعه، لو انت عايز تتفسح يعني وكده دي ارخص بلد ممكن تزورها. طيب الدنيا طيب ليميت، مش هعرف اصور اكتر من كده. ما تنساش اللايك، ما تنساش الاشتراك في القناه لو ما اشتركتش. انا عندي 94% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش مشتركين. انت مش مشترك ليه؟ اشتركوا في القناه يا جماعه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وما تنسوش اللايك.